ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقدم لكم بسكوت ال10 دقايق، بجد سهل جدا وبسيط وب3 مكونات بس. ينفع الفطار، ينفع بين الوجبات، ينفع للاطفال في اللانش بوكس في المدارس. بجد حلو جدا. بس شكله تحفة وطعمه بجد حلو جدا. بس هو شكله من تحت مستوي، لونه ذهبي جميل قوي من فوق تحت. ده قبل ما ادخله الفرن، برضو شكله حلو، هو لسه مستويش. يلا نبدأ مع بعض. انا عندي 2 بيضة، وعندي كوب ونص سكر. بصي بقى، البسكوت ده سهل قوي. ممكن تعمليه زي ما انا بعمله كده من غير مضرب بيض. مش هتحتاجي الخلاط، مش هتحتاجي اي حاجة. هو يدوي وسريع جدا. ممكن كمان ما عندكيش المضرب اليدوي ده، تعمليه بشوكة عادي، سهل جدا. انا هفضل اقلب في البيض والفانيليا والسكر لغايه ما لونهم، انا يعني عايزه اقول لكم حاطه سكر حبيبات مش ناعم. وهفضل اقلب لغايه ما لونه يبقى فاتح. وقدر الامكان السكر بيكون داب بالشكل ده. يعني ممكن تقومي تعمليه حالا. انا حطيت كوبايه زبده بدرجه حراره المطبخ، والبيض برضو بدرجه حراره المطبخ، يعني ما ينفعش تحطي حاجه ساقعه. برضو هفضل اقلب بالشكل ده لغايه ما يصبح القوام كريمي كده. انا حطيت كوبايه دقيق وهنخلها. بالمناسبه انا هحط 3 كوبايات ونص بس دقيق. دي تاني كوبايه. انا بستخدم الدقيق اللي هو السايب عادي خالص. انا هنا بحط معلقه ونص بيكنج باودر، معلقه صغيره اللي هي بتاعت الشاي. دي تالت كوبايه. وده نص كوبايه. كده انا حطيت معدل 3 كوبايات ونص. هفضل اقلبهم بايدي كده. عايزه اقول لكم بجد طريقته تشجع انك تقومي تعمليه دلوقتي. بجد حلو قوي وسهل. انا هنا كده لميت العجينه. العجينه بجد طريه قوي وسهله في التشكيل. كمان التشكيل مش هتحتاجي حاجه، ممكن بشوكه، بسكينه، بمعلقه تشكليه بطريقتك. تكوريه وتطبطبيه، يعني سهل قوي وحلو بجد. بص العجينه طريه ازاي وجميله، مرنه قوي في ايدي ازاي. انا جبت صينيه ودهنها بالزيت، بس هو بدون مكنه، بدون اي حاجه. بعملها كده بالشكل ده. انا معايا قطاعه بحاول اقطعها. ممكن لو عايزه دوائر وما عندكيش قطاعه كور وتطبطبيها وخلاص على كده.
بس القطعة دي انا جايباها ب5 جنيه بس، في منها كمان الاستانلس. بس بعمل كل حاجة قدامك. عايزة اقول لكم العجينة غنية قوي لانها كلها زبدة وبيض. بس ممكن تشكليه كمان على ايدك، سهلة قوي، يعني زي ما تحبي. شكله جميل. انا هنا هشكل نص العجينة التانية بس هعمله شوكولاتة. حطيت معلقتين كاكاو، سواء كاكاو خام او عادي مفيش مشكلة. انا لقيت العجينة مش محتاجة ان انا احط لها معلقتين مية او لبن، يعني مرنة برضو حتى لما احط لها كاكاو. بس بتشكل برضو عادي خالص. هي هنا عجينة الكاكاو ماسكة نفسها شوية عن العجينة الأولانية. شكلها حلو ازاي. انا هنا خلاص تشكيل، وهبتدي احط الصواني بتاعتي في الفرن. وبالهنا والشفا.